وقتها بيكون في طالب في المدرسة اسمه جوردن. بعد كده المدير بيرحب بيهم ويستقبلهم، وكمان بيسمح ليهم ان يناموا في المدرسة. ساعتها كلاي بيسأل المدير عن صوت الاغاني، عن مصدرها وجاية منين. ساعتها مدير المدرسة بياخدهم عند ملعب، وكلاي وزملاته بيتفاجئوا ان في عدد كبير من الزومبي موجود في الملعب، وبيكونوا ماسكين تليفوناتهم ونايمين، وكلهم بيسمعوا اغاني. وقتها أليس بتقلق جدا علشان الزومبي ممكن يصحوا ويهجموا عليهم، لكن تشارلز بيطمنها ويقول لها الزومبي بينام طول الليل وما بيتحركوش، وده عشان يجمعوا قوتهم ويشحنوها. بعد كده تشارلز بيقول لهم ان الزومبي بيتحركوا كمجموعات زي خلايا النحل بالظبط، وان لازم يخلصوا عليهم وهم نايمين. ساعتها مدير المدرسه بيطلب من كلاي وتوم ان يخلصوهم من الزومبي، وده عن طريق ان واحد منهم يركب عربيه ويرش عليهم بنزين، وبعدها مدير المدرسه يحدف عليهم سهم ناري عشان يولع فيهم. لكن للاسف النار بتطول العربيه اللي راكب فيها كلاي وتوم. ساعتها هما الاثنين بينزلوا من العربيه قبل ما تنفجر، وللاسف العربيه لما انفجرت موتت مدير المدرسه. تاني يوم بيتحرك كلاي وتوم هو والمجموعه اللي معاه، وكمان بياخد معاه الطالب جوردن. ساعتها فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا المطعم. وقتها بيقرروا انه يرتاحوا فيه شويه ويناموا، وفجاه في نص الليل كلاي بيسمع صوت جاي من الحمام. وقتها كلاي بياخد سلاحه ويمشي ورا مصدر الصوت لحد ما بيشوف قدامه زومبو شكله مرعب ومخيف. وقتها كلاي بيصحى من النوم ويطلع اللي شافه ده كان كابوس. ساعتها كل اصحابه بيقولوا له احنا حلمنا نفس الحلم المزعج ونفس الشخص المرعب. بعد كده المجموعه كلها بتخرج من المطعم وتتحرك. وقتها بيشوفوا موبايلات كتيره محروقه. بعد كده كل تليفوناتهم بترن، وكلهم يجي لهم اتصال واحد في نفس الوقت، لكن ساعتها كلهم بيرفضوا انه يردوا علشان ما يتحولوش لزومبي، وكمان بيرموا الموبايلات اللي معاهم. بعد كده كلهم بيمشوا وكملوا طريقهم لحد ما بيشوفوا قدامهم بار، ويلاقوا عليه يافطه مكتوبه ممنوع استخدام الموبايلات نهائيا داخل البار. راح كلاي خبط على الباب. وقتها جيم صاحب البار بيفتح لهم ويرحب بيهم، وكمان بيلاقوا ناس كتير جوه البار لسه ما تحولوش لزومبي. ساعتها بتقرر المجموعه انهم يباتوا في البار لحد الصبح. وقتها بنشوف شخص شكله غريب وبيقول لهم انه مسافر بكره الصبح لولايه اسمها كشواك، لان البشر الموجودين في المدينه ديت لسه ما تحولوش لزومبي. وبيكمل كلامه يقول لهم ان المدينه دي امان جدا، وبيقول لهم ان المدينه ديت ما فيهاش ابراج اتصالات علشان الزومبي ما يتجمعوش فيها. وبعد شويه صاحب البار جيم بيشغل اغاني، وكل الموجودين بيرقصوا وكلهم بيستمتعوا. وقتها بيكون كلاي قلقان جدا على ابنه ومش عارف يتصرف ازاي. ساعتها أليس بتحاول انها تهديه وتقول له ان ابنك اكيد بخير ولسه ما تحولش لزومبي. بعد كده تاني يوم بتصحى ست كبيره في السن على صوت غريب جدا، فبتمشي على مصدر الصوت وتروح عند الباب. وقتها بيبان ان الصوت دوت ترددات موبايل. وقتها كلاي بيشوف الست ديت ويحس انها اتسمرت ومش بتتحرك، وكمان بيجيله احساس انها اتحولت لزومبي. وبعد شويه بيظهر من وراها مجموعه زومبي ويهجموا عليه، وكان خلاص هيموتوه ويخلصوا عليه. ساعتها صاحبه توم بيجي وينقذه ويخلص على عدد كبير منهم. ساعتها الست الكبيره اللي كانت مسمره قدام الباب بتروح عند جيم صاحب البار وتهجم عليه، وتفضل تصرخ بصوت عالي في ودنه وتطلع صوت ترددات الموبايل. ساعتها بيكون الترددات ديت بتحول الواحد لزومبي.